تفضل ابو عائشه النووي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوف، اي نصرة آل البيت لا تكون على حساب الصحابة، ما ينبغي. الله سبحانه وتعالى ميز الصحابة وبين مكانته، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم أبا بكر وعمر وعثمان على علي. يعني أنتم الآن تتهمون النبي بالنصب، وتتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينحاز لهؤلاء ويترك ابن عمه. هذا شيء خطير. النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من ربه. الله أوحى إليه بميزة هؤلاء الثلاثة، بل إن الروايات تواترت والروايات انعقدت على أن هؤلاء الثلاثة دائما مع رسول الله في مجالسه، في صلاته، في سفرياته، في ذهابه، في مجيء. يعني كانوا مقدمين على علي بن أبي طالب. يعني التقديم كان حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إنما حدثت البدعة بعد العصور المفضلة، فأتى من يقدم علي ويجعل له مزية وفضيلة على هؤلاء. هذا خطأ. هذه من البدعة التي لا ينبغي أن تبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب نفسه يروي، يقول: كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول القائل: أبو بكر، عمر، عثمان، ثم نتوقف، انتهى الموضوع. أيضا محمد بن حنفية يسأله: من أنت يا أبتي؟ عندما ذكر أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، قالوا: من أنت؟ قال: إنما أنا من المسلمين، من عامة الناس، من المسلمين، من عامة الناس ومن عامة المسلمين. قضية التفضيل وقضية الترتيب كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال بس، لحظة كلامك منضبط. الآن الشيخ يجاوب. أبو عائشة، يعني الآن احنا كمثقفين سنة، تركنا من الشيعة، سنة كمثقفين، نجد انه انت جنابك وموجود الترتيب، انه الترتيب كأنه على الكرسي. يعني ليش ابو بكر هو الاول؟ لان هو كان الخليفة الاول. ليش عمر الثاني افضل الثاني؟ لان هو فاز بالكرسي الثاني. ليش؟ يعني الله وكيلك صارت مثل هذا مال شو اسمه، مال كرة القدم، اللي فاز بالدورات اكثر على الكرسي هو يكون الافضل. فهذا الكلام، يعني النبي صلى الله عليه واله ما قال مثلا افضل الامه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. نجد انه هذه مجعوله، يعني هاي الامور مجعوله بعد النبي صلى الله عليه واله. ثم شيخنا تفضل اذا عندك اجابه على انا افسح المجال للشيخ ابراهيم، هو اولى ان يدافع عن جده. استاذ وعد، ممكن سؤال اساله؟ ممكن؟ اي تفضل. وبعدين هو يقول كانوا، نعم، يقول كانوا مع الرسول دائما. هل كانوا معه في حصار بني هاشم؟ وهل كان عمر معاه في المدينه ام كان في مكان ثاني؟ وشكرا بس أكتب. الله يحفظك على. طيب شيخ ابراهيم عفوا، يقول لك العله لان هؤلاء كانوا معه دائما. طيب علي بن ابي طالب عليه السلام، يعني والله من الغرابه هذا القول، لان عليا عليه السلام لازم النبي صلى الله عليه وسلم. انت تدري انه حتى في غزوه واحده فقط النبي هو الذي خلفه. فانتم يا سنه ماذا تجيبون النووي الوهابي عن هذا الطرح؟ تفضل. هو أخطأ، وكعادته النووي يخطئ دائما، غفر الله لنا ولهم. هو الإمام علي عليه السلام إن كان التفضيل بالملازمة دون النصوص، فهو صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يصلي معه أحد 7 سنين، وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن يفارقه، بل كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا رباه؟ لأنه كان يريد أن يخفف على عمه
كان فقيرا ما عنده شيء. نعم هذا يعني تحويلك، لكن أخذه لكي يطعمه، يعطيه من الأكل والشراب واللبس. كان فقيرا ما عنده شيء. شيخنا الفاضل ما قطعناك، الله يطعمنا ويطعمك إن شاء الله حب آل البيت. لكن نحن نقول الروايات التي فيها تفضيل لعامة الصحابة غالبا هي يعني مروية بطريقة مرتبة، لذلك نحن ننظر إلى شذوذها وعلتها. هذا الذي نقوله شيخ إبراهيم. يعني أنا أجد يا تعطينا مجال يا أبو عايشة. أبو عايشة في البخاري ومسلم. أبو عايشة اعطينا مجال. أستاذ وعد عن إذنك، أنا أريد أن أكون حكم لعلي أرضي الطرفين. فقط سؤال، لكن أريد الجواب بإنصاف. سنتنزل أن للكل فضائل، الجميع يميز بين الفضائل والخصائص، الشيخ إبراهيم والشيخ أبو عائشة. هل يوجد في أبي بكر فضيلة لا توجد في علي أم لا؟ نعم. الآن لعل النقاش هذا لا يؤذي أحد، نحن لا ننفي كل شيء. الآن هل توجد فضيلة اختص بها أبو بكر لا توجد في علي؟ نعم أم لا؟ خلي يكمل. جواب من الشيخ أبو عائشة وجواب من الشيخ إبراهيم لو سمحت. يا أبو عائشة خلي يكمل. الشيخ إبراهيم ما قاطعك، هو يريد أن يدافع عن علي بن أبي طالب. ليش عندك حسيكة كل من يدافع عن علي بن أبي طالب تحق؟ شنو قضيتك؟ تفضل الشيخ. هو فقط نريد أن نتم لأن الأفكار ترتب وإذا قطعت تتبعثر. نحن نقول الذين رووا هذه الفضائل غالبا يعني يكونوا من أقارب القوم، ولكن الإمام علي أجمع على فضله. يعني إذا فضل الأقوام أقواما كل برأيه فعلي فضلته المناقب. لذلك هذه الروايات هي مرتبة يعني ومدروسة حقيقة. حتى في حديث العشر المبشرين بالجنة أتت بترتيب الخلافة. كذلك حينما نجد في كثير من الروايات دخل أبي بكر، دخل عمر، دخل عثمان، لا نجد ذكر لعلي وهو الملاصق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كنفسه. نريد يوما من الأيام ليس حريصا على ملازمة النبي، ليس حريصا. بس خليني أكمل. ليس حريصا على ملازمة النبي. ولهذا أبو موسى الأشعري في صحيح البخاري يقول: إن يريد الله بفلان خير يأتي به، يريد أخوه. فلم يأتي، أتى أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء أرادوا بخير. هذا من توفيق الله عز وجل. يعني الله ما يريد الخير لعلي بن ابي طالب قصدك. اسمع يا شيخ، هذا كلام ابو موسى الاشعري. ان يريد الله بفلان خير يأتي به. سمعت شيخنا حتى تشوف احنا انت سني، بس حتى تشوف الشيعة كم نظلم. يقول لك يعني اذا الله يريد الخير يجيبه، فجاب ابو بكر وعمر، لكن علي ما جابه لان الله ما يريد له الخير. شوف الحسيكه. شوف تفضل. نعم معلش شيخ ابراهيم سؤال واحد، انا اسف على المقاطعه. طيب بخصوص هذا الكلام، ايش رايك في حديث الطير؟ اللهم اتني بحب عبادك اليك. ياتي خلي يكمل الشيخ. والله يا ابو عائشه خربطه فكر الرجل. هذا محاربة السني عندما يتكلم. ليش؟ احنا اذا نسلم من سعد الشريف ما نسلم من ابو عائشة. الله وكيلك، اذا سني تكلم بدون حسيكة ما يقبلوه. هذا النووي يرجف بس يقاطع الشيخ ابراهيم. خليه يكمل واعطيك مجال. تفضل شيخ ابراهيم. لذلك نقول طبعا هو يعني في روايات صحيحة الإمام علي لم يعني يفته موطن فيه فضل، بل هو الذي يقدم دائما. إن أتيت إلى الشجاعة فهو يعني دائما يتقدم. يعني لماذا لم يتقدموا في حينما قال من يسكت هذا الكافر في عمرو بن عبدود، أو مثلا لا أعطينا الراية غدا. أحسنت في قتل مرحب. فلذلك هو مقدم دائما. إن أردت سيفه للإسلام، إن أردت علمه، فهو والله لأنه كان مغمورا. النبي أراد أن يظهره للناس.
هو كان مغمورا اتمنى ما غير تقاطع، معروف. اتمنى ما تقاطع، قله لا، ادب هو كان المقاطعه لا مغمورا. تليق. النبي أراد أن يظهره للناس، أراد أن يشجعه أن يبث الحماس في من فقط الذي نام في فراش النبي يا ابو عائشه؟ ما ثبت لماذا تكذب ما ثبت. على الناس؟ شيخ ابراهيم، ثبت. شيخ ابراهيم، انا دائما اقول انا افرح عندما يقاطعونني. تدري ليش؟ لحظه اخونا، ليش؟ لان كلامك مؤثر. الان ترى الاف من السنه على فضائيتين الان يسمعوك ويسمعون الطرح المدافع عن علي بن ابي طالب عليه السلام. واحد وهابي يقول لك علي مغمور، وهذا يدافع عن اجداده، عن امير المؤمنين عليه السلام. الناس عندها عقول وتسمع. كمل شيخ. حتى حينما تقرأ، لأن الآن المقاطعة تجعلنا ننتقل موضوع إلى موضوع، تتبعثر الترتيب حقيقة. حتى حينما نقرأ لابن القيم في إعلام الموقعين تجده أظهر أخطاء فقهية عن جميع الصحابة أو كبار الصحابة، ولم يذكر خطأ للإمام علي لأنه لم يفته شيء. بل هناك رواية صحيحة في آية الكلالة أن عمر لم يفهمها لأنه كان يعني له الصفق في الأسواق، وكان يعني كما يقال يحرج للعقارات إلى غير ذلك. أين الإمام؟ كل وقته وكل حياته كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الروايات تجد لا تقاطعون ابو اديب. سو نعم، حتى نختم اخواني. نعم. الروايات تجد اما رويت عن اقارب كما ذكرنا او مرتبه، دخل ابو بكر، دخل عمر، دخل عثمان، حتى يوما واحدا لو تتامل فقط انشغل احدهم تقدم تغير هذا الترتيب لا يوجد. هذه كلها صناعه. ليش؟ لأن الناس كانوا يتعلقون بمن يرون النفع منه. لذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة كان ابن عباس يحدث في المجالس يقول قال رسول الله، يقاطعونه يقول لا، قال أبو بكر وعمر، قال ألا تخشون أن تسقط عليكم حجارة من السماء؟ فلذلك يعني المتعلقين بالدنيا أشربت قلوبهم. وإلا الإمام علي هو الذي فضله الله حقيقة، ولا يقارن به أحد، لا شجاعة ولا علما يعني ولا صفة تجدها صفة كمال إلا وهي في علي، بل هو يعلو عليها. نعم أخواتي. أحسنت. أستاذ وعد لو سمحت حاج. تفضل أبو. أنا عندي تعليق ولعل الشيخ سيوافقني في هذه القضية. أنا لا أثق في أي حديث ذكر الصحابة بالترتيب. لماذا؟ الآن سأرجع إلى موضوع البحث. لأن لأحمد بن حنبل فتوى عجيبة غريبة في هذا الشأن، ولعلها لأول مرة هذه الفتوى ستعرض، والحاج وعد إذا عنده الكتاب أتمنى أن يعرضه. نعم. هذه فتوى بتحريف الأحاديث لضبط هذا الترتيب. يدخل رجل على أحمد بن حنبل، قيل له الرجل يكتب فيجيء الحديث علي وعثمان، أيكتب هو عثمان وعلي؟ قال لا بأس. يعني غير الترتيب لكي يصبح مناسبا لما نعتقد. لذلك أنا أعتقد هذه الأحاديث بما أن في هذه الكتب التي ألفت في زمان المتوكل وتحت هذه الوصاية الناصبية، طبيعي جدا سيتغير الترتيب، ستضاف الأسماء، ستحرف، ستبدل. هذا الحديث من كتاب السنة للخلال صفحة 382 قال يجيء الحديث علي وعثمان أيكتب عثمان وعلي، يعني نحرف نقدم عثمان؟ قال لا بأس. فتوى من أحمد بن حنبل بتحريف أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. أحسنت. خلي أقدم بس أعطي مجال قبل الشيخ أبو عائشة، أعطي مجال للأخوة لأنه كثير على الدور. تفضل شيخ. مفضل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك أن تدخل بالموضوع ولا تأخذنا إلى موضوع ثاني. الله يرحم والديك. تفضل. لا، في الموضوع.
سؤال للشيخ إبراهيم الشيخي، يقول أننا لا نسمي أبناءنا بأسماء أهل البيت، وأقول له أمي صفية وأختي فاطمة ولي زوجتان فاطمتان ولي 4 أبناء علي وعمر وعثمان وأبو بكر، فكيف أنتم تكذبون على الأحياء فكيف بالأموات؟ ويقول علي رضي الله عنه. لحظة واحدة لحظة. نعم. أولا من العيب أن تتكلم بهذه اللغة مع شيخ سني وهو إمام مسجد، فاحترم نفسك. هاي أولا. النقطة كان سني من يا أخي اعطينا مجال يا شيخ مفضل. عيب مو احنا لا ما يكذب. الآن راح تجيك الدمغة. لحظة. أولا مثل ما نحترمك. لحظة يا أخي مو احنا نحترمكم، أنتم ليش لغة الحقد؟ شوف يا سبحان الله أخواني سني تقلب لغة الحقد، حقدكم علينا تقلبها إلينا. اسمع اخواني شوف سني لحظه يا شيخ مفضل الله يرحم والديك. سني دافع عن علي بن ابي طالب عليه السلام، هجموا عليه هجوم الله اكبر. والله الان لو استطاعوا ان ياكلوه لاكلوه. هذا اللي يدافع عن ابن ابي طالب، يعني ابشر بها هجوم هؤلاء. هذا اولا. اسمع اولا لا حول ولا خل اتكلم يا رجل، خل اتكلم خل ضربك الضربه. اسمع اولا حاشا الشيخ ان يكذب، وهذا مسطر في كتبكم انه حتى واحد اسمه علي في كتبكم كانوا ينادوه علي خوفا ان يقتل. وسوف اظهر لك المصادر أنه كل من كان عليا يقتل. هذا في كتبكم. هاي واحد. اثنين، كل زمن له مواقفه. فمثلا الذين كانوا يستخدمون التقية في زمن المأمون، في زمن المتوكل رفعوا التقية وقضية القول بخلق القرآن. فهو يتكلم أنه مر زمن من الأزمان أنه الرجل ما يستطيع أن يقول علي، بل أن الأوزاعية كان يقول كنا لا نأخذ العطاء حتى نشهد على علي بالنفاق. الرجل ما يكذب، الرجل إمام مسجد، الرجل يعرف خفايا كتبكم. تفضل شيخ إبراهيم رد. يتكلم علينا نحن في عصرنا الآن. يا مفضل اترك الحقد واستمع يا مفضل. لا حول ولا. يا أخونا الحبيب، يا أخونا الحبيب، تحقدون على صحابة رسول الله. لا بالعكس، لا طينا مجال يا ظالم، طينا مجال خليه يتكلم. ظالم. تفضل. أنا سكت كثيرا أنا. يلا خليه يتكلم يا حبيبنا، خليه يتكلم. يبين نقطة ولك الحديث أخي المفضل. والله يا شيخ إبراهيم ابشر بالعداء وابشر بالشتم، لأنك تدافع عن علي بن أبي طالب. والله يهجمون عليك يا شيخ. أخي المفضل والبث مسجل والأخوة كلهم يسمعون ويشهدون. أنا قلت في العهد الأموي ضيق على الناس حتى في التسمية، لذلك لا تجد في تلك الحقبة اسم علي. وأنا أعي ما أقول، لم أقل أنت أخي المفضل ولم أتهم دينك، ولكن أنت استعجلت وقولتنا ما لم نقل ولا نعلم ما هي يعني الدافع لهذا. بارك الله فيك وشكرا لك. شكرا لك. التسجيل لحظة يا مفضل الآن جاوب. بس لحظة يا مفضل، الآن تجيب عن المسألة الآن اللي حضر جوابك قبل أن أخذ الأخ من لبنان. معصوم تسمعني؟ خبر الأوزاعي لا يصح. خبر الأوزاعي لا علماء صححوه، العلماء قالوا عنه صحيح. لا يصح. على ما في بالي حتى الألباني قال صحيح، حتى الألباني قال. لا علماء إما أحمد شاكر أو حسين سليم قالوا أنه صحيح. في بالي سأظهره لك. أنا سأظهر لك الآن. جاء من طريق يزيد بن محمد بن يزيد الرهاوي عن أبيه عن عيسى بن يونس بيه
ومحمد بن يزيد الرهاوي أبو عبد الله ابن أبي فروة ضعيف. منو قال ضعيف؟ منو قال ضعيف؟ ضعيف. منو قال ضعيف؟ منو؟ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم ما كان معاه. عبد الرحمن بن أبي حاتم ما كان معاه، شلون قال عنه ضعيف؟ كان معاه ولا نام؟ إمام في الجرح والتعديل. ولا إمام وليكن إمام، هو عاصم. لا يا شيخ والله أنا سأنتهج لا طيب أبو عاش، بيني وبينك التصحيح والتضعيف. إذا أنا أسأت سأنقل لك الكتاب مع التصحيح يقول هذا صحيح. انتظر أنقل لك التضعيف أن هذا أحسن. بيني وبينك العلم. لحظة أخونا من لبنان معصوم تسمعني؟ ايه اسمع بالله عليك بس اسمعوني دقيقة. يلا وين هذا اللي قلت راح أجيبه واجي؟ اولا ابراهيم الشيخي ورقته محروق انتهى، رامي عيسى وليد اسماعيل انهى ورقته، هذا رافضي متستر. شفت طبعا. بس لحظة على بس لحظة. الحين أين أحاديث علي عليه السلام؟ الرقم الذي ذكره. بس شوفوا اخواني، شوف الرقم الذي ذكره حاج واعد، ذكر الناس بهذا. ذهب ليبحث لنا عن هذا الان الزمه. بس هذه تستوجب لان ضيفي سماحة الشيخ ابراهيم. شوفوا اخواني، اولا الشافعي عندهم قال بس لحظة اسمع، انا احترمك، خليني اعلق على اولا ونعبر على الثاني ارجوك. انا مدير وانا احترمك. احسنت، الله يرحم والديك. الشافعي معروف يقول إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فأنت عندما تقول للشيخ إبراهيم أنه رافضي لأنه حب محمد وآل محمد فهذا فخر له، حب محمد وآل محمد يسمى رافضي. هاي أول. اثنين، يا أخي الكريم، أنت الآن تتناول شخص الرجل ولا المعلومة التي خرجت من الرجل؟ افرض هو شخص الرجل. شو نتكلم؟ ما تنفعنا هنا. لا يا اخواني، تارك العلم اللي عند الرجل يقول انا اريد اسقط ابراهيم الشيخ لي. وعد لا امر عليك فقط نصف دقيقه. تفضل. انت حتى تعلم حاج وعد ان الجرح والتعديل في التاريخ الاسلامي هو بنفس هذه المنهجيه الذي ينهجها هذا المسكين. اي والله. انا لا اعرف اسمه وهو مجهول. هو يرى ان من رجال الجرح والتعديل رامي عيسى ووليد اسماعيل، لذلك هم جرحوني فانا رجل مجروح. فلذلك هو مسكين. انت تعلم يا حاج وعد ان بعض الناس مدحه لك مسبه للنقص الذي فيه، فهؤلاء يعني الله المستعان، إذا كان مدحهم نقص فما بالك بسبهم. لذلك أنا لا أرد على مثل هؤلاء ونبقى في الطرح. أحسنت. بس فقط أقول أنه واحد في رمضان صايم يزور ويأتي بمتخصص صائم يزور له ويعمل التسجيل، هذا هو اللي يجرح بإبراهيم الشيخ. أنتم شايفين الدنيا؟ طيب الآن الأخ من لبنان الثاني، لبنان الثاني، أخ تفضل على الخط الثاني لرقمك 4 بالأخير. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سأرجع لك يا أخ معصوم على مود الحديث أنه علي بن أبي طالب عنده 600 حديث صحيح. أرجوك أن تحضر وإلا الناس الآن كلها تنتظر. تفضل أخونا من لبنان، عفوا قاطعت. حاج وعد ما مشكلة حبيبي. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. وبحيي الشيخ أحمد سلمان والحاج وعد والشيخ إبراهيم الشيخ وجميع الموجودين. بس عندي سؤال لأبو عائشة. بس قبل هذا السؤال بدي أقول للشاب اللي كان عم ينتقد الشيخ إبراهيم الشيخي إنه أنت عم بتقول وليد إسماعيل طوال صفحته للشيخ إبراهيم. أول شيء أنت كيف تاخذ دين من كذاب بعد ما فتحوا ذو الفقار المغربي بشهر رمضان عم بكذب؟ انت كيف بعد لك نفس تاخذ دين من شخص طلع وكذب علنا وعلى المباشر وعلى اللايف؟ فانت اذا واحد هلا عم تشوفه قدامك عم بكذب وبعدك راضيين انك تاخذ منه دين، فكيف انت بدكش تاخذ من كتب فيها كذب؟ طيب هيدي اول نقطه خلصنا منها.
عندي بس سؤال لابو عائشه. تفضل. في حديث بصحيح مسلم، اذا فيك تطلع لي اياه يا ابو عائشه، اذا ابو عائشه معنا على السمع، بدي منك بس من بعد اذنك طلع لي هذا الحديث من صحيح مسلم. قول. بيقول هذا الحديث: انما مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينه نوح من ركبها نجا. لا هذا ما موجود في صحيح مسلم، هذا اللفظ ما موجود. وانما تركت فيكم، اي هذا اللفظ ما موجود في صحيح مسلم. انما الموجود في صحيح مسلم انه تركت فيكم كتاب الله اذكركم الله في البيت. بس عفوا يا حاج وعد، بكتاب الصواعق المحرقه الصفحه 437 اي هذا موجود. يقول: وفي روايه صححها الحاكم على شرط الشيخين: النجوم امان لاهل الارض من غرق النجوم امان لاهل الارض من الغرق، واهل بيتي امان لامتي من الاختلاف، فاذا خالفتها قبيله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس، وجاء من طرق عديده يقوي بعضها بعضا. انما مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينه نوح من ركبها نجا، وفي روايه مسلم: ومن تخلف عنها غرق. هيدي الروايه وين بصحيح مسلم يا ابو عائشه؟ احسنت، شكرا جزيلا. ليش حذفت هيدي الروايه؟ استاذ وعد مداخله بسيطه ممكن؟ اي تفضل بسرعه لان عندي الوقت. طيب استاذ وعد، عندنا في الطائف حديث الطير مروي عن انس ب 86 طريقه. ان الرسول قال اللهم مروي 86 طريقه 86 طريقه. اللهم اتني باحب عبادك ياكل معايا هذا الطير. فاتى سيدنا علي كل 86 مكذوبه. نعم من قالها ولد اسماعيل؟ طيب طيب الان تفضل. بس ابو عائشه انا اريد ارجع لك، لكن نشوف الشيخ احمد سلمان طلب الحديث من الاخ الحبيب من لبنان انه سياتي ب 600 حديث صحيح في كتب السنه لعلي عليه السلام. تفضل، ما هو المصدر؟ معصوم ما هو المصدر؟ تفضل. ثواني كلها ثواني يابا، صار لي ساعة منتظرك والنوم بتقول لي ثواني. ثانيتين فقط. يلا ثانيتين، 1 2 يلا صار 2. خلصت ها؟ يلا عنك بالاحاديث شلون؟ شو اسم الكتاب؟ شو اسم الكتاب؟ الكتاب بنهج البلاغه بكتابكم. انت قلت احنا عندنا السنه روينا 600 حديث صحيح لعلي بن ابي طالب عندما سالك الشيخ. شو الان خذيت لك فره ورحت اكثر من 600 حديث. اي وين يلا شو اسم الكتاب؟ تفضل. الكتاب لكم بنهج البلاغه اللي طلع قدامي الان. يا أخونا الحبيب، يا أخانا، يا حبيبنا، يا نور عيني، اللهم افرغ علينا صبر. يا ابن العم، أنت مو قلت إنه عندنا نحن السنة روينا لعلي وعندنا 600,000 مدري 600 حديث وكلها صحيح. قلنا لك شيخ تفاجأ لأنه هو محقق وباحث، فقلت له لا عندنا، احنا الآن صارنا ساعة متانيك. شو اسم الكتاب السني اللي فيه أن علي له 600 حديث صحيح؟ تفضل. حاج وعد من باب الإنصاف عطه اتصال بصديق لعله يكلم رامي عيسى ووليد. والله يا شيخ نبتلينا والله العظيم. حبيبي أنا ورقتك حاج وعد ممكن مداخلة صار لي ساعة رحمة والدي حق محمد. بس خلي يجيب واقف تروح مني 600 مو عندنا 600. الإنسان عمي ما يعرف، ما بدي احرج. مو تحدانا، مو هاي المشكله اخونا ابو اديب. يعني احنا من نطيهم بعدين نحصرهم يطلع عامي، زين شو نسوي؟ اخونا معصوم علي بن ابي طالب رواياته قليله، علي بن ابي طالب رواياته قليله، لم يكن حريصا على الحديث. لا مو هو قال انه احنا عندنا السنه 600 حديث صحيح، لذلك الشيخ تفاجئ. لا وفي الصحيحين 90 حديث. لا وفي الصحيحين 90 حديث. لا بعد المتشابهات في كل كتبكم ما في الا 50 حديث صحيح. في الصحيحين 90 حديثا. ايضا هناك المكرر وغير المكرر.
شوف وايضا في صحيح مسلم 8 حديث علي بن ابي طالب يعني كلها تقريبا. بس هدوء شفت اخونا واحد. حجوان تفضل شيخ. اعطيني مجال بس لحظه بس ما عند المصدر، اذا الاخ ما عند المصدر لا نضيع الوقت. فقط انا اسجل امامي النقاط ساذكرها واتمنى ابو عائشه يجيب. ابو عائشه قال علي بن ابي طالب لم يكن حريصا على الحديث. علي بن ابي طالب كان مغمورا والنبي اراد اظهار فضله. علي بن ابي طالب لم يكن مرافقا للنبي ولم يوفق لمرافقه النبي. هذه 3 امور في هذه الساعه ذكرها ابو عائشه في حق علي بن ابي طالب. ابو عائشه هذه عقيدتك في علي بن ابي طالب؟ هذه الحقيقه، هذا الواقع. هذا الواقع عقيدتك يعني جيد. فقط من باب ان الناس تعرف انت ماذا تعتقد في علي بن ابي طالب. جيد. علي بن ابي طالب لم يكن حريصا على الحديث، على العلم الشرعي. كان حريصا على ماذا لو ممكن نستفيد منك طبعا؟ شوف قضية يعني، ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه عندما قالوا أنت أكفرت قال أنا كنت ملازما لرسول الله وأنتم كنتم. أبو عائشة علي لم يكن ملازما لرسول الله وما كان حريصا عليه. شنو قاعد يسوي؟ نعم ليس شنو جالس يسوي يوم كامل؟ شنو يقضيه؟ حريص على ماذا يعني؟ حريص على الدماء كان حتى نفهم. علي أنا أتكلم عن حرصه على حديث رسول الله، ما كان حريصا على الرواية أن يروي عن رسول الله يعني، ولم يكن موافقا لرسول الله. بذلك الشخص الذي يروي كما أبو هريرة رضي الله عنه، كما عائشة رضي الله عنها، كما عبد الله بن عمر، كما عبد الله بن عباس، كلهم أحرص من الإمام علي. الآن فهمنا الإمام علي ماذا كان يفعل في حياته. يا ليت يعني نستفيد. نعم. شو شيخنا عيد السؤال شيخ أحمد. لا هو جاب الآن ماذا قال؟ شلون أبو عائشة؟ قلت أنا هؤلاء كانوا حريصين على الحديث وسماعه من رسول الله وحفظه، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان أحرص حتى أنه كان يكتب. زي الإمام علي ماذا كان يصنع إذا لم يكن مرافقا للنبي ولم يكن حريصا على ماذا كان يصنع طيلة اليوم؟ يا ليت لو نستفيد. كان يبحث عن رزقه وكان في الأسواق. وكان يؤجر نفسه أحيانا لكي يأكل هو وأولاده. جميل. يعني حريص على الدنيا، كان حريصا على الدنيا، يسعى في رزقه ورزق عياله. حريص على الدنيا، يعني هذه النتيجة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. طيب أبو عائشة أنت وصلت إلى الكلمة وفي حديث البخاري أن عليا عليه السلام، وذكرها ابن تيمية في كتاب منهاج السنة بكل وضوح. إخواني يقولون أن عثمان، في ابن تيمية أنا من حفظي أتكلم، يقول أن عثمان كان لم يكن حريصا في الأموال وعلي لم يكن حريصا في الدماء. هذا ابن تيمية في منهاج السنة. هذا. فالآن أبو عائشة شوية جملها. ليش؟ والحديث ذكرنا الحديث في البخاري أو مسلم أنا ما أذكر، أنه عندما جاء وقال صاحبكم لم يكن حريصا بالدماء، ويقصد علي بن أبي طالب عليه السلام. فنظرت هؤلاء لعلي عليه السلام لأنه شجاع، لأنه ما يهاب شيء، فحتى ما نفعني مال أحد. نعم. كما نفعني أستاذ وعد. نعم. أستاذ وعد حجينا. نعم. قبل أن تنتهي الحلقة أسمع صوت متداخل يغلق الصوت. أبو عائشة، ما رأيك في من يقول أن عائشة لم تكن حريصة على الحديث وإنما كانت مشغولة بالتجميل والتزين؟ لا 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 تقصد كلام أبو هريرة رضي الله عنه. لا، أبو هريرة لا يعني أنها كانت ليست حريصة، لا،
يعني أحيانا تسمع أحاديث من أبي هريرة. شنو التزين؟ شنو التزين؟ مشغولة بيش؟ يقول تزين مشغولة بالمرآة والمكحلة. يا حاج وعد، يا خلي الناس تفهم، هاي غير تفهم. يعني واحدة مشغولة بالتزين، شنو تزين؟ المرآة والمكحلة، شغلتها المرآة والمكحلة. يعني أنها في يعني بيتها، أنها في بيتها ما تخرج، ما تسمع، هذه ما سمعتها. الرسول قال في مجامع الرجال ولم يقل لها في بيتها، فهي لم تسمع هذه الأحاديث، فقال لها يا أماه أنت في بيتك، يعني مشغولة بزوجك وبيتك، فلم تسمعيها من رسول الله. يعني أنتم تقولون في كتبكم أنه عائشة مشغولة بالأساس والحمرة والكحلة وما أعرف إيش. لا 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 لا، هي مشغولة ببيتها وببيت رسول الله وبزوجها. شو السبب هذا البيت؟ كلام أبو هريرة رضي الله عنه. اقرأنا يا أبو، اقرأنا اقرأ أبو عائشة، الناس تعرف. والله مشكلة. يعني أنا كل ما يأتي هذه القضية، لا زوجي لا النوم الآن حمرة وكحلة وما أعرف إيش، يعني شو نسوي؟ مشغولة بالحمرة والكحلة. زين أبو عائشة، يعني عائشة كانت حريصة على الحديث؟ نعم كانت حريصة. زين أبو بكر كان حريص على الحديث؟ لها في كتب الحديث. عن إذنك فقط، أبو بكر كان حريص على الحديث؟ أبو بكر رضي الله عنه الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريص على الحديث كان، يعني كان ملازم لرسول الله دائما. نعم. عمر كان حريصا على الحديث بعد النبي. عمر كان حريص على الحديث، روى عن رسول الله. نعم روى عن رسول الله حديث، وكان هو المفتي بعد رسول الله. عثمان كان حريصا على الحديث. نعم، وايضا جميل. عمر رضي الله عنه. جميل. ايضا يروون عن رسول الله. جميل. الزبير كان حريصا على الحديث. كلهم كانوا يسمعون من رسول الله ويأخذون منه، إلا علي بن أبي طالب، يعني فقط هو المشغول برزق عياله. أنت لا تأتيني بالزبير وهؤلاء. دقيقة، أنا أتكلم عن علي بن أبي طالب فقط، هو الذي لم يكن حريصا على الحديث، وأنه صاحب معلومة وأنه صاحب علم وفقه. طيب أين أحاديثه وأين علمه وأين فقهه؟ أنتم يعني هو الوحيد الذي لم يكن حريصا على الحديث. هذا الذي يفهم من كلام مقدم عليهم، هذا الذي نحن نختلف معكم فيه. لا الآن مشكلتنا هذا الوصف. أنت وقلت كلهم كانوا حريصين على الحديث، جئت لعلي بن أبي طالب قلت أنه لم يكن حريص، فقط هو الذي كان مشغولا برزقه. إذا ممكن مداخلة بعد الشيخ. نعم، لأن أبو بكر غني وهذول الصحابة كانوا أغنياء. جيد. يعني كل الصحابة يا أخوان وحتى النساء كانوا حريصين على الحديث. سبحان الله، إلا علي بن أبي طالب لم يكن حريصا على الحديث، وكان مشغولا بأمور الدنيا. من إخوان، لما فتحنا موضوع النواصب والنفس الناصبي لم تكن القضية من فراغ، نتحدث عن واقع نعيشه، والآن نلمس هذا الواقع. كل الصحابة كانوا حريصين على الأحاديث إلا هذا الصحابي المسمى علي بن أبي طالب. سبحان الله، لا إله إلا الله. أولا أبو كريم، شنو عندك؟ أبو عائشة الصنعاني يقول إن عليا له من العلم والبيان والدين والإيمان والسابقة، تتفق معه؟ ماذا قال الصنعاني؟ أن عليا له من العلم والبيان والدين والإيمان والسابقة، تتفق وياه؟ نعم صحيح، ما نقول. نعم. طيب من هو أفضل، خالد بن الوليد ولا الإمام علي؟ المفاضلة بين هؤلاء، نأتي كل صحابي له منزلته، كل صحابي من هو أفضل، الإمام علي في العلم والبيان والدين والسابقة أم خالد؟ خالد بن الوليد سيف الله المسلول سماه رسول الله كقائد عسكري. والإمام علي أيضا سيف من سيوف الله، صح ولا لا؟ خالد أفضل من علي بن أبي طالب. لا، ابن تيمية يقول الإمام علي أفضل.
يلا خليه يعيد ابو كريم. ابو كريم يا اخوان ماذا نسمع الان؟ انت قلت يعني من سألت اسمع الجواب. اسمع، خالد افضل ولا علي عليه السلام؟ شوف هنا، شوف لكل صحابي ميزه وفضيله. فلو تكلمنا من الناحيه العسكريه نجد ان خالد بن الوليد يفوق علي بن ابي طالب بمراحل. فقد سماه النبي سيف الله المسلول، قائد عسكري محنك، لم يهزم في معركة ما، بل كلها انتصارات. زين بأي خصلة؟ ماشي بأي خصلة علي عليه السلام فاق خالدا؟ بأي خصلة؟ في أنه سبق إلى الإسلام. بس سبق إلى الإسلام بس. نعم سبق إلى الإسلام. يعني بس هو جاء في وقت. زين الآن نعم هو سبق إلى الإسلام. نعم علي بن السابق إلى الإسلام. نعم الآن عمار أفضل من خالد بن الوليد لأنه سبقه عمار بن ياسر. نعم هؤلاء السابقون الله زكاهم. أفضل من خالد بن الوليد. نعم سبقوا ما قلنا شيء. نعم زين أيهما أفضل، معاوية ولا خالد بن الوليد؟ هنا نعم يعني أنا في نظري يعني كلهم متساويين يعني. إذا تسمح لي ما مكملين يا عمي. حاج وعد دوري. حاج وعد أنا يصلي ساعة منتصر أرجوك. أبوس عينك. أرجوك. بس قبل شيء بس أريد أذكر لكم، أرجو من الجميع اللي ما يقاطعوني، بس أريد أقول شيء. إخواني، هو قال أن عليا هنالك من أعلم منه أفضل منه وكذا، بس أرجوكم أنا أدري لما راح أتكلم راح يقاطعوني وما باقي عندي وقت. هذا كتاب البخاري، كتاب البخاري يقول في البخاري عمر بن الخطاب. وأنا أسأل ضمائر اللي يسمعون. هذا أمامكم يقول حديث رقم 4381 يقول هذا أقضانا. ماذا يقول؟ يقول أقضانا علي بن أقرأنا أبي وأقضانا علي 4-4. هذا الحديث 4-4-8-1. أشهد. نعم بس لحظة أبو أديب الله يرحم والديك. 4-4 هذا 1. وين هذا؟ شوفوا إخواني أمامكم يقول أقرأنا أبي أقضانا علي. سؤال بريء وشفاف ودافئ. هذا القاضي بزمن الصحابة، القاضي الإسلامي، كان عنده دستور يعني عند الأمم المتحدة لو كان يقضي بالقرآن وبالسنة. بس أنا أسأل الضمائر الحرة، القاضي عندما كان يقضي بالقرآن ويقضي بالسنة وأقضانا علي. إذن من الأعلم بالقرآن والسنة؟ يا أهل السنة، يا أهل السنة. بس لحظة خلي أكمل، بس خلي خاطبهم الناس. معاذ بن جبل أفضل من علي، لأن النبي قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فهنا يكون معاذ بن جبل. أجيك لما يجي وياك تعالوا يا هذا الحلال والحرام هدوء. هذا كتابك اسمع. هذا الحلال والحرام موجود بالقرآن ولا لا؟ لكن أعلم الأمة منه به معاذ بن جبل. الآن يأتيك هذا الحلال والحرام. شوف فما يجاوبني هذا الحلال والحرام موجود في القرآن ولا لا؟ موجود أيوة. إذن أقضانا علي يعني يعلمنا بالقرآن. من؟ والقضاء موجود في القرآن. أحسنت، القضاء موجود وعلي أقضانا. إذن الحلال والحرام والقضاء وكل شيء علي بن أبي طالب. تفضل شيخنا، ما بقت 3 دقائق. تفضل شيخ. الحلال والحرام أوسع من علم أكمل كلام ابن تيمية من الشيخ إبراهيم الظاهر له الكلمة فلتكن له كلمة. الشيخ إبراهيم فقط أستأذن الأخوة وأستبيحهم، يعتبروها ضيافة وسأستأذن، لكن مداخلة بسيطة.
أقول كلام لله فيه رضا إن شاء الله. نعم. أقول يا أهل السنة حينما تقولون لا يوجد نواصب، إن كنتم تسمعون ولكم عقول فستحكمون إن شاء الله. ثم أقول شهادة لله، والله يا أهل السنة إذا كان السنة هي على ما سمعنا قبل قليل من أبو عائشة، والله إننا نبرأ إلى الله من هذا المذهب، بل تعالوا معي مباشرة نتشيع الآن. والله يا أهل السنة أن هؤلاء أعداء لله ولرسوله ولآل بيته. سمعتم الكلام والتسجيل موجود. لا يستطيع أن يقول في الإمام علي خيرا أبدا، فقط يتلعثم ويتردد. لكن حينما الحاج وعد من تفضل خالد بن الوليد أو معاوية، قال رجع إلى الأصل والمذهب، يعني كل إناء بما فيه ينضح. هؤلاء نواصب. فوالله يا أهل السنة راجعوا أنفسكم في آل بيت نبيكم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والله لا ينفعكم صيام ولا صلاة ولا عمل تقدموه إذا متم مبغضين لآل بيت نبيكم. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، واللهم إني أبرأ إلى الله مما قاله أبو عائشة وممن يقوله أمثاله. وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكركم جميعا وأعتذر إن بدر مني شيء، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا فضيلة الشيخ إبراهيم الشيخ أحمد سلمان، تفضل. أنا أختم بكلمة واحدة وأقول نطق روح القدس على لسان الشيخ إبراهيم حفظه الله ورعاه ووفقه لكل خير. وهذا الكلام الذي قاله هو كلام كل مسلم منصف محب لنبيه ولآل بيت نبيه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنا أشهد الله أن ما بدأ من أبي عائشة هو نصب في حق علي وآل علي عليهم السلام. طيب، اولا قبل ان راح نبقى احنا دقيقه واحده بس، دقيقه واحده بس ما عندي ثواني، بس انا راح ابقى دقيقه واحده بس. كلام ثاني ارجع وياك. ابو عائشه المخرج يقول لي ضايقنا جدا بالوقت. ايها المشاهدون الكرام، سمعتم الاطراف، لكن السؤال الذي يؤرقني حقيقه قبل ان راح نبقى نبث ولكن من شاشه حجة الفضائي، السؤال الذي يؤرقني، لم أنا الشيعي والسني المنصف دائما ندافع عن محمد وآل محمد، اسألوا لماذا نحن دائما نصد الهجمات؟ يضربون النبي، يضربون عليا، يضربون فاطمة عليهم السلام، ونحن نصد. الجواب لأننا نوالي هؤلاء. اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد في مستقر رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل ابو اديب مو مشكله. ارجع لك مولانا من لبنان دكتور وان. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام اخونا ابو مداخلتي وقاطعتوني. طلع صورتك ابو